بسم الله الرحمن الرحيم. من قلب قلعة الحريات، من قلب مصر النابض، من قلب نقابة الصحفيين التي كانت الشرارة الأولى للثورات والانتفاضات على مدى تاريخ مصر. نقابة الصحفيين من حملت على عاتقها الكفاح والنضال من أجل حرية الرأي والعقيدة. نقابة الصحفيين نقابة الأبطال التي انطلق من فوق سلالمها ومن فوق جدرانها جذوة النضال والثورة. كانت لنا صولات وجولات داخل جدران النقابة لمواجهة القوانين المستبدة ومواجهة الاعتقالات التي كانت تتم للزملاء الصحفيين الذين ضاق النظام بهم. إن ثورة الصحفيين والصحافة ممتدة على تاريخ مصر، وأن صدور تشريع دستور مشبوه يطلب الصحفيين حقوقهم ومكتسباتهم التي حصلوا عليها على مرار تاريخهم الطويل من النضال والكفاح. وها نحن اليوم ننظم ندوة لمناقشة الاتهامات التي تكال لحرية الرأي والتعبير للقنوات الفضائية والإعلام المرئي. إن النظام الفاشل ووزراءه الفاشلون يوما تلو الآخر يخرجون علينا بالاتهامات للإعلام، تارة بالتمويل وتارة بالخيانة وتارة بالتجسس وتارة بإشعال الفتنة بلا سند ولا واقع ولا حقيقة. إننا اليوم إذ نناقش هذه القضية قمنا بإرسال دعوات رسمية لأكثر من 20 قناة فضائية والأكثر من صاحب قناة فضائية، وتواصلنا مع العديد منهم، ولكن ما زالت أجهزة أمن الدولة تعبث في مصر فسادا وتحول دون مشاركة هؤلاء ودون ردهم على النظام الفاشل الذي لا يجد إلا من الاتهامات التي يلقيها على الإعلام شماعة يعول عليها فشله وإخفاقاته. ومعنا اليوم نخبة من سياسي مصر وإعلاميها نناقش معهم سويا تلك القضية الهامة. وسنبدأ بسيادة اللواء محمد الغباشي الأمين العام لحزب الإصلاح الديمقراطي، فليتفضل مشكورا.